انا اسمي سمر، هحكي لكم حكايتي اللي اقرب من الخيال. انا اتجوزت عن قصة حب، كان عندي 20 سنة. واول ما اتجوزت ربنا ما كرمنيش باولاد على طول، اتأخرت في الخلفة حوالي 10 سنين لحد ما يئست وفقدت الامل خالص. التأخير كان من عندي، علشان كده طلبت من جوزي انه يتجوز واحدة تانية وانا موافقة. لكن هو رفض، وكان شايل الفكرة من دماغه نهائي، لاننا متجوزين عن قصة حب كبيرة. مرضيش يعمل كده ويكسر بخاطري، مع اني كنت راضية. مستوانا المادي كان كويس جدا جدا انا وجوزي، وكان عندي شغالة بتساعدني في البيت. بيتنا كان كبير قوي ووسع علينا. انا طلبت من جوزي كذا مرة نغيره ونشتري بيت اصغر على قدنا، لكن هو كان رافض تماما، وكان بيقول لي بكرة هنجيب اولاد وهيملى علينا البيت ان شاء الله. كان عنده امل كبير، وكان عشمه في ربنا اكبر. وسبحان الله ربنا فعلا ما كسفهوش، وربنا رزقنا بمولود على طول بعد انتظار دام 10 سنين. بعدها بالظبط ب3 سنين ربنا رزقنا تاني بطفلة زي القمر، وبقى عندي كده ولد وبنت، وعشت مع جوزي واولادي اجمل ايام حياتي بعد ما ربنا من عليا باولادي. وعدى بعد كده 5 سنين كانوا اجمل سنين في حياتي. وفي يوم من الايام اخدت ابني معايا ورحت علشان اشتري له ملابس من مول جنبنا. وانا واقفه على الكاشير وبخلص الحساب، فجاه اختفى ابني من جنبي. اختفى مره واحده، مين اخده ولا راح فين انا مش عارفه. قعدت اصوت واصرخ واقول ابني فين. في الوقت ده جه الامن بتاع المول واخدني الراجع كاميرات، وظهر ابني فعلا وهو بيتاخد من جنبي. كانت واحده ست هي اللي اخدته، ست ملامحها ما كانتش باينه خالص، كانت لابسه نضاره سودا كبيره واكله نص وشها ومش مبينه اي حاجه من ملامحها. الغريب في كل ده ان ابني كان ماشي معاها بكل هدوء واريحيه، وكمان كان عمال يتنطط ويلعب وهو ماشي جنبها، مع العلم ان ابني كان من المستحيل يروح لحد ما يعرفوش. وكان لو حد حب يلعب معاه او يشيله كان يقعد يعيط ويصرخ ويجي جري عليا انا وبابا. الكاميرات الخارجيه جابت الست دي وهي بتركب عربيه فخمه جدا، ونمر العربية كانت مش موجودة، والعربية كانت جديدة زي ما يكون لسه طالعة من معرض العربيات. جرينا على حارس الأمن اللي موجود على جراج العربيات، قال فعلا في واحدة ست وولد صغير لسه راكبين عربية، والإزاز بتاع العربية كان متفيم اسود، ومعرفش ياخد باله من السواق والست كويس، وكمان ما دققش قوي في تفاصيل وشها. فضلنا ندور ونبحث عن أي حاجة توصلنا للست دي، مفيش أي فايدة، مفيش أي حاجة لقيناها توصلنا ليهم. لكن كان عندنا أمل إن ممكن يجي اتصال يطلبوا فدية أو أي حاجة، ولكن مفيش أي اتصال جه، والشرطة عجزت إنها توصل لأي حل. عدت بعد كده فترة وانا حرفيا كنت زي التايهة فيها. ابني اللي انتظرته بفارغ الصبر السنين دي كلها راح مني كده قدام عيني وانا مش حاسة بأي حاجة. انا من كتر الحزن على ابني دخلت في حالة وحشة جدا، وفكرت ان اخلص على نفسي كذا مرة، ولكن ربنا كان بيرجع لي عقلي في اخر لحظة. وعدت بعد كده سنين، وفجأة اكتشفت ان حامل للمرة الثالثة، وربنا رزقني بولد تاني مرة. انا كنت طايرة من الفرحة، ولكن طبعا قلبي وعقلي ما نسيوش ابني الكبير واول فرحتي. كنت كل يوم اصلي ايام الليل وافضل ادعي ربنا انه يرجعهولي بألف سلامة. واللي كان صعبان عليا اكتر جوزي، اللي كان ساكت وكاتم وشايل في نفسه، والحزن اللي كان باين في عينيه، ومع ذلك ما كانش بيتكلم. عدى بعد كده سنة، كان كده ابني اللي اخدوه مني وصل لسن 8 سنين، وكان عيد ميلاد ابنه الصغير بقى عنده سنة. وفي يوم عيد الميلاد كانت العيلة كلها معزومة وعاملين حفلة صغيرة لابني. وفجأة جه اتصال لجوزي، واحد بيكلمه وبيقوله لو عايز ابنك يرجع لك لازم تدفع فدية 1,000,000 جنيه. جوزي كان مصدوم ومش مصدق بعد السنين دي كلها يحصل كده. رد وقال وايه يثبت ان ابني معاك، ما يمكن تطلع نصاب. رد عليه وقال له بالليل هأكد لك وتسلم الفلوس وتستلم ابنك. وقفل اتصال. عيد ميلاد ابني بعد ما كان فرحة وهيصة قلب زعل وحزن وحيرة. التليفون رن تاني الساعة 11 بالليل، وقال له نزل كل الناس اللي عندك في البيت، ايه اللي مقعدهم عندكم لحد دلوقتي. وقفل السكة تاني. جوزي اعتذر للموجودين وقال لهم معلش يا جماعة، انا بعتذر منكم كلكم، لازم تمشوا من البيت حالا، دي رغبة المتصل ولازم اعمل زي ما بيقول. وفعلا كل الناس اللي في البيت مشي، ومفضلش غير انا وزوجي والشغالة. في الوقت ده التليفون رن تاني، وقال المتصل لزوجي تمام كده، مش فاضل في البيت غيرك
انت ومراتك والشغاله تمام كده. جوزي في الوقت ده قلق جدا وجري على الشبابيك بتاعه البيت كله يدور يمكن يشوف حد، بس ما لقاش اي حد، والشارع كان فاضي تماما. جوزي قال لي اكيد موجود في حته ظاهره البيت، علشان كده عارف اللي داخل واللي طالع، وكمان عارف اللي موجود جوه البيت. بعد كده لقينا صوره مبعوثه على الواتس لابني بس وهو برضو صغير. جوزي طلب منه يبعت صوره وهو كبير، بس الخاطف رفض يبعتها، وطلب من جوزي يجهز ال1,000,000 جنيه ويحطهم في شنطه، وقال له على مكان يروح عليه ويسيب الشنطه. بعد كده هتيجي عربيه وهتنزل الولد وتمشي. وكمان قال له ان الموضوع هيتم دلوقتي حالا، وانه عارف ان المبلغ موجود معاه حاليا في البيت. جوزي استغرب جدا وقال ازاي عارف كل المعلومات ومنين عرف ان المبلغ موجود في البيت فعلا. جوزي في الوقت ده قلق جدا واتصل على الشرطه وبلغهم باللي حصل. الشرطه قالت لجوزي ما تحطش فلوس حقيقيه عشان ممكن يطلع نصاب وعارف قصه ابنك وبيعمل كده علشان ياخد منك اي فلوس وخلاص، او ممكن يكون حد من المحيطين بيك هو اللي يكون خد ابنك، بس ليه يستنى السنين دي كلها علشان يطلب فدية؟ جوزي عمل زي ما الشرطة طلبت منه وحط فلوس ورق مش حقيقية وراح المكان المتفق عليه وساب الشنطة. الشرطة في الوقت ده كانت لابسة لبس مدني قاعدين بيراقبوا المكان، واول ما جوزي ساب الشنطة والخاطف اتأكد ان مفيش حد بيراقب المكان جه بعربية سريعة. في الوقت ده حصرت الشرطة بسيارتها وقدرت تقبض عليه. وتخيلوا يطلع مين؟ طلع ابن الشغالة بتاعتنا. بعد التحقيق معاه طلع مش هو اللي واخد ابني، وعرف القصة من مامته بحكم انها شغالة عندنا في البيت وعارفة عننا كل حاجة، فحب يضحك علينا ويقلب له مبلغ مننا. والصور اللي بعتها لابني كانت على تليفون مامته وهو واخدها من عندها. انا في الوقت ده انهارت تاني وتعبت زي اول يوم ابني راح مني فيه، لان رجع لي الامل ان خلاص ابني هيرجع لي، وكله طلع على الفاضي. واحتراما لوالدته اللي خدمتنا سنين بعد ما فضلت تتحايل علينا اننا نتنازل عن المحضر، وتنازلنا فعلا. ولكن جوزي حلف ان الشغاله دي ملهاش شغل عندنا تاني، وفعلا مشيناها. وتمر بعد كده ايام والسنين وبنتي كبرت ما شاء الله بقت زي القمر، وتقدم لها عريس غني جدا من الطبقه المخمليه من البلد، وعلى الاقل هيعيشها في المستوى اللي هي عايشه فيه. انا كنت موافقه على الخطوبه ومرحبه جدا، وكمان بنتي كانت بتحب الشاب ده قوي. بس المشكله في جوزي ما كانش عاجبه الولد ولا مرحب بيه خالص. وجه العريس ووالدته في زياره مرتين عندنا في البيت، بس جوزي كان كل ما يقعد معاه يحس انه مش مرتاح له نفسيا، وكان رافض فكره الجواز من الشاب ده بالذات خالص. وبعد زن والحاح مني ومن بنتي خصوصا انها بتحب الولد فعلا، كانت اتعرفت عليه عن طريق حد من زميلاتها في الكليه. وبعد زن كتير منها قرر جوزي انه ما يكسرش بخاطرها، وتمت الخطبه بالفعل. خطيب بنتي كان شاب محترم جدا وخجول وعزيز النفس عنده حياء شديد، ولكن جوزي ما كانش قادر يتقبله نهائي، وبدا يدقق من موضوع الخطوبه ده، وبدا يعامل الولد بطريقه مش كويسه، وبدا يكلمه باسلوب مش لطيف لانه نفسيا مش مرتاح للولد. الولد بدا يحس بمعامله زوجي ليه، حس ان المعامله اتغيرت، فقال لنفسه يمكن علشان انا داخل طالع من البيت كده، يمكن ده اللي مزعله. انا هجيب اهلي ونحدد ميعاد لكتب الكتاب. وفعلا جه هو واهله، حددنا ميعاد كتب الكتاب، والفرح هيبقى بعدها بشهر. كتب الكتاب بيوم جوزي قلقان جدا ومعرفش ينام في الليله دي، فضل رايح جاي طول الليل في البيت ويقول في ايه، انا ليه مش مرتاح وحاسس ان في حاجه في الموضوع ده. وراح رايح اوضه بنتي وصحاها من النوم وقال لها اعملي حسابك انا مش مرتاح للجوازه دي. دخلت عليها اوضتها وطمنتها وهديتها وقلت لها ما تقلقيش ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه تاني يوم الصبح قبل كتب الكتاب بساعات قعدت انا وبنتي مع جوزي وفضلنا نقنعه انه يريح قلبه شويه وان كل حاجه هتبقى تمام وانه قلق وده على الفاضي، واقنعناه فعلا. وجه ميعاد كتب الكتاب وتم على خير الحمد لله، زوجة رسميه قدام ربنا للولد. وعدت ايام وكان جوزي كل ما يجي يلاقي الولد قاعد مع بنتي في الاوضه لوحدهم كان يتنرفز، جري يزعق. كنت افضل اهديه واقول له دي مراته، مش من حقك انك تعترض انهم قاعدين مع بعض. كان يقعد برضو يزعق معايا ويقول لي الولد ده مش نازل لي من زور، طول ما الفرح ما تمش انا مش هسمح له يقعد مع بنتي لوحدهم. في الوقت ده زوجي دخل عليهم الاوضه وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له قاعد مع مراتي يا عمي. زوجي قال له مراتك دي لما تبقى في بيتك، انما طول ما هي هنا انت تيجي وتقعد باحترامك. انتوا لسه فاضل على فرحكم اسبوع، يعني ايه تقعدوا في اوضه لوحدكم؟ كلمه من هنا على كلمه من هنا. عريس بنتي زعل وما دخلش البيت تاني غير يوم الفرح، وهو جاي ياخد عروسته علشان الفرح، وكان عامل الفرح في فندق كبير. وبعد
الفرح هيسافروا علشان يقضوا شهر العسل. وتم الفرح فعلا وكان يوم جميل جدا. وانا خارجه من قاعه الفرح واشوف لكم واحده ما شفتهاش من سنين. الواحده دي كانت الشغاله اللي ابنها حب ينصب علينا. انا اتفاجئت الصراحه بيها. سلمنا على بعض واخدنا بعض بالحضن وسالتها انت تعرفي اهل العريس؟ قالت لي اه عز المعرفه، كنت عملت لهم خدمه زمان واشتغلت عندهم بعد ما مشيتوني من عندك. حاليا بطلت شغل لاني ما بقتش قادره زي الاول، وكمان نظري بقى على قده. هم الصراحه ناس كويسين جدا ما سابونيش وكمان بيبعتوا لي راتب شهري. راحت قايله لي وانت هنا ليه؟ انت معزومه من اهل العروسه؟ ضحكت بصوت عالي وقلت لها لا يا ستي انا ام العروسه. ردت بصدمه وقالت عروسه مين اللي انت امها؟ قلت لها يا خبر انت نسيتي بنتي ولا ايه؟ ده انت اللي مربياها ومكبراها على ايدك. اتفاجئت وقالت بنتك ازاي؟ مستحيل الكلام ده. قلت لها مالك؟ اتعدلي في الكلام. ايوه بنتي. ردت بصوت وصراخ وقالت لا كله الا ده، كله الا الحرام، انا لسه حاجه بيت الله، استغفر الله العظيم، انا مستحيل اقبل بكده. انا اتصدمت من كلامها وحسيت ان في حاجه. قلت لها انت قصدك ايه بالكلام ده؟ انطقي. ردت عليا وقالت نلحق المصيبه دي الاول بعد كده اعملي معايا اللي انت عايزاه. بنتك ما ينفعش تتجوز الشاب ده اخوها الكبير. اتصدمت من كلامها وانهارت ووقعت على الارض. لقيتها بتقومني بتقول لي لا مش وقت فوقي والحقي بنتك. قمت وفضلت ارن على بنتي وابني تليفوناتهم هما الاتنين مغلقه. جريت على جوزي وحكيت له بقى عامل زي المجنون وفضل يقول لي انا قلت لك اني مش مطمن، انا قلت لك ان احنا رن انا وهو عليهم وهنتجنن ومش قادرين نوصل لهم. في نفس اللحظه لقيت بنتي بترن عليا، فتحت على طول لقيتها بتقول لي الحقيني يا ماما جوزي تعبان وفي المستشفى. رديت عليها بجنون وقلت لها جوازكم تم؟ قالت لي انت بتقولي ايه يا ماما؟ هو ده وقته؟ قلت لها ارجوكي جاوبيني وطمنيني جوازكم تم ولا لا؟ قالت لي لا طبعا، بقول لك جوزي بيموت في المستشفى، الحقيني يا ماما. لا اهدي انا جايه لك حالا انا وباباكي في السكه. رحنا المستشفى والعيله كلها راحت، حتى الشغاله وعيله ابني المزيفه، وكمان كلنا اتجمعنا في المستشفى. اطمنا على ابني وانا اصريت على بنتي ان اخدها معايا البيت لان كنت لسه ما عرفتهاش اي حاجه خالص. وسبت جوزي والشغاله معاهم في المستشفى، فضلوا هناك معاه لحد ما حاله ابني استقرت وبقت كويسه، وحكوا له على كل حاجه وعرف. هو اتصدم من الموقف في الاول بس كان قوي اقوى من بنتي بت من الصدمه جدا وراحت على المستشفى. بس الحمد لله بدات انها تتحسن. اما عن ابني رافض اننا نعمل اي حاجه للناس اللي خاطفينه علشان مش قادر ينساهم وباقي على العشره اللي بينهم. رغم كل اللي حصل رفض انه يعيش معانا في البيت لانه مش قادر يبص في وش اخته. والحمد لله تم قيد نسبه لينا بعد ما رفعنا قضية النسب في المحكمة وعملنا تحليل DNA. أما عن بنتي بدأت تتقبل الموقف واحدة واحدة وربنا يكون معاها.